أمطار كبيرة جدا. هنا حضور سعودي يأتي بطائرة خاصة كانت حاضرة متواجدة. المنتخب السعودي الذي لديه 3 نقاط يدخل هذه المواجهة في المقابل المنتخب العراقي الذي لديه نقطة واحدة بعد أن تعادل في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب العماني بدون أهداف. ولذلك فإنها مواجهة مفصلية للغاية. يأتي ببعض التغييرات على رأسها أحمد باسل في حراسة المرمى، وتنطلق هذه القمة تحت أمطار البصرة على الإطلاق. العب الكرات العالية، لا تراوغ كثير، لا تراوغ لأنه راح تخونك المياه في أرضية الميدان. سدد، نعم سدد، حاول أن تسدد من أي منطقة سنحت لك الفرصة عليك أن تسدد. ليست الكرات العالية، الكرات التي ترتطم بالأرضية. وهنا لدينا بداية من أيمن حسين، حاول الكرة والكرة وصلت إلى حارس المرمى نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب العراقي. العراق بأحمد باسل، آلاء فاضل، مصطفى ناظم، علي فايز، ضرغام اسماعيل، امير العماري، محمد علي، امجد عطوان، قاسم الجامي، احمد با مسعود في الجهه اليسرى. وسط الملعب عواد الناشري ورياض شراحيلي. هذه كره خطيره للغايه للمنتخب السعودي، لكنها مرت عدت ذهبت الى خارج ارضيه الملعب. مصعب الجوير في الجهه اليمنى. سعد النصر ياتي اساسيا من خلال هذه المواجهه. ولدينا اسمحان النابت برقم 7 ورائد الغامدي في المقدمة. هذه الكرة الخطيرة التي بلا شك ما بين المنتخبين. هنا الكرة العراقية عند الدقيقة 8 تلعب. الله، على كرة خطيرة للغاية، مرت لامست الشباك الخارجية. انه اليمن قدمت اداء كبيرا امام المنتخب رغم الخسارة امام المنتخب العماني، لاننا نعرف الظروف التي اتى من خلالها المنتخب اليمني. هنا لدينا كرة خطيرة للغاية، والكرة بعد ذلك تبعد الى خارج ارضية الملعب. ممكن وحدة تباغت الدفاعات السعودية، ممكن وحدة يساعدها المطر، ساعدها الاجواء المناخية، وتأتي بخبر سار. هذه كرة وصلت الى نواف. أوه يا على هذا دخول، لكن هي الامطار يا امجد. ما تقدر تعمل بريك، ما عنده بريكات نواف، ما عنده بريكات. نعم تزحلق ووصل اليك، لكن ايضا على نواف انه يحاسب ويعلم تماما الظروف المناخية انه ممكن تأتي بقرار تعمل عنده مشاكل. هذه لدينا الان كرة وصلت نواف في الخروج والابعاد الى خارج ارضية الميدان، والكرة الى رمية جانبية وصلت لمصلحة للمنتخب العراقي. عادل المخبي هذا الحكم الاماراتي الذي يدير هذا اللقاء دولي منذ تقريبا 7 سنوات. نعم، وكان لاعب كرة قدم. عند الدقيقة 30 هذا امجد عطوان يلعب الكرة العالية خطيرة، راسية وصلت الان. الله، نعم انه بايش، انه ابراهيم يسجل اول اهداف في اللقاء. انتوا تسمعوني ولا قلت بانني اريد ان ارى هدفا يحرك شكل المباراة، يغير نمط المباراة، يصحصحنا شوي. قالوا لي ولا يهمك، قالوا لي ولا تزعل، قالوا لي حبيب انت واحنا نسجل لعيونك. هنا لدينا ابراهيم بايش يسجل اول اهداف في الجاي العراقي. لدينا العراق بهدف مقابل لا شيء امام المنتخب السعودي بعد ركنية امجد وتسديدة بايش. ياتي الهدف الاول. نص ساعة احتاج العراق ليسجل اول اهداف اللقاء امام المنتخب السعودي. هكذا كان الامر. يا كساس،
نهدى كلنا أشقاء وإخوان. هذه اللقطة الماضية تحدث، لكن مع الأمطار شوي الأمور تتغير، شوي الأمور تزيد، تعطيك جو آخر، ولذلك هناك حماس كبير موجود من خلال هذه المواجهة ما بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. ولذلك فإن الأمر يأتي بهذه الطريقة في أرضية الميدان وجذع النخلة. 65,000 يحضرون، يتابعون، يشاهدون، بل وأكثر في هذه المواجهة ما بين المنتخبين. وهنا لدينا سميحان، الروح الحلوة، هذا هو الخليج. الخضر في هذه المواجهة. اخطر شيء نعم فعله المنتخب السعودي هي الكرة الثابتة التي لعبت وتدخل من خلالها الجامي، لكن غير ذلك لم يأتي خطر. وهنا لدينا كرة خطيرة للغاية، والكرة بعد ذلك صافرة من حكم اللقاء أحمد باسل. شوف خطرة، شوف خروج الحارس خطر، الكرة وقفت تماما، وبعد ذلك يأتي الإبعاد والتدخل من ثم. الأسماء لم تظهر هجوميا في هذه المواجهة حتى اللحظة. هذه لدينا رمية جانبية تلعب داخل منطقة الجزاء. أيمن حسين، الله بطبر سدد الكرة الماضية. أيمن حسين سدد بهذه الكيفية في الزاوية، يحاول أمير عماري لكن كرة لا تمر. عادت عراقية سعودية، والله حائرة الكرة تعود بالجهة اليمنى. قوقية يا عيني على الكرة الماضية. الكرة العراقية جميلة للغاية، لكن عمل. هذول ما يدرون ان في مطر، هذول ما يحسون ان في مطر، يلعبون وكأنما الامطار غير موجودة. العراق تقدم اداء مثاليا. يا عيني على قوقية، يا عيني على الموهبة العراقية. برافو نواف في عملية التصدي، لكن قوقية جميل من خلال الكرة الماضية. وهنا نواف غالطته الكرة، ولذلك خاف الحظ ما في من الظروف ما في حاضرة وموجودة في أرضية الملعب. وعادل النقبي يعلن عن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول ما بين المنتخبين. العراق 1 عن طريق إبراهيم بايش في دقيقة 30 نعم في البصرة. هنا لدينا كرة خطيرة، الله، لا زالت خطيرة، لكن نواف هناك راية وتسلل، لكن كرة خطيرة للغاية لمصلحة المنتخب العراقي. كاد من خلالها أيمن حسين أن يضيف الهدف الثاني، لكن هذا أمجد اللي كان موجود في موقف تسلل، والكرة التي تصدى لها نواف العقيدي. وكاد بعد الخسارة الثانية يا نور يا صبري أمور عدة، وأيضا لا زلنا في عمر هذه المواجهة. هذا أمجد يمرر إلى حسن عبد الكريم، إلى أمجد، وانتو مطر. المطر يدافع في اللقطة الماضية. المطر يخطر ويخرج ليدافع أمام قوقية. مالك كمان يا مطر. هذه الكرة الماضية ألم أقول لكم لا تضمن شيء، لا تأمن شيء. رائد يمرر الكرة على الأرض ما تمشي، هنا وقفت وأبعدت من ضرغام إسماعيل لتعود مرة أخرى في الجهة اليمنى. بايش يلعب الكرة الأمامية. توقف ترى حاسب
انا اقول لك اوه يا على كرة، على كرة، على استغلال خطأ. هذه الكرة وراسية يا امجد، امجد عطوان نعم لعبها بالطريقة الممتازة، استغل للكرة العراقية في ذلك الزمان ب7-1. نعم انتهت تلك المواجهة 5 انتصارات خليجية مقابل انتصارين سعوديين في مواجهة الفريقين. وهنا لدينا الكرة ولكن نواف على اكثر من دفعة رياض شراحيلي، ولذلك يأتي الخطأ الآن لمصلحة المنتخب السعودي. هذه اللقطة، هذه الكرة، وهذا نور صبري، وهناك يونس يصور. وكان الله في عون اللاعبين، كان الله في عون اللاعبين. وإنني لأتخيل معكم والله ملعب، يعني تحس انه احيانا انت في ملعب الصابوني، لعبتوا في الملعب الصابوني. هذه لدينا كرة خطيرة لمصلحة المنتخب السعودي، لكنها مرت وصلت الى امجد عطوان يمر، والتدخل موجود لتعود سعودية. تحس انك في مسلسل كرتوني، تحس احيانا في الحلقة رقم 87 من الكابتن ماجد اللي قبل الأخيرة بيومين، إلى أن المباراة تأخذ أسبوع. لكن نعم في مباراة كانت بهذا الشكل. هنا لدينا شوف، حتى هذا من كثر المطر ما يشوف، واحنا ما نقدر نشوف. حتى انا اقول لك شغله، هدف الاطمئنان قبل نهاية اللقاء ب5 دقائق تلعب. الله، لكن الكرة تجاوزت يا آسو، الكرة تجاوزت خط المرمى. ولذلك حكم اللقاء يرى بأن الهدف يلقى ولا دخلت أو لم تدخل. نعم دخلت، لكن يرى بأن الكرة مرت وتجاوزت لأنها مقوسة. لكن في فار قرار لا، ولا هدف بول نوت اوت اوف بلاي.